مبدعين. انا كنت بنبهر باستاذ مثلا نصر عبد النور، انه ازاي ازاي يبقوا، طبعا هو الجيل كله الحقيقه ازاي كانوا، بالنسبه لي المصطلح معلش، بس ازاي كانوا بيغزلوا برجل حمار كده، ازاي بجد يعني بيعملوا حاجات مستحيله تحصل في في زمن قليل. في زمان كان مثلا احنا دلوقتي طبعا بندوس على زرار نمنتج الميوزك والبتاع، هم كانوا بيشتغلوا على ربع بوصه وبيسجلوا، وعايز تمنتج البتاع بتمنتج بودنك، بتشوف كده الكيو فين وتقص يا قلبك وانت بتقص، لو قصيت غلط هتبوظ مازوره بتروح في السينما لحاجه اسمها الميفيولا. للي ما يعرفش، ما قد يعرفش. الترابيزه دي، كمان صوت كبير. قد الترابيزه دي حاجه اسمها الميفيولا. لازم تروح لغايه الميفيولا دي ما بتتحركش، بتروح لها لغايه عندها وبالستوب ووتش تقعد تقيس، وانت وحظك يعني زي ما بيقول محمود كده تكتب المشهد، لانك هتروح بقى تالف عليه وانت مش شايفه خلاص، ما بتشوفش زي انا كان ليا الحظ ان انا لحقت الميفيولا، اشتغلت على الميفيولا شويه. ما تكبرش نفسك بقى يعني فدي فعلا هي دايما انا اقول كده لما بنيجي هنا في هذا الصالون ونحتفي باي مبدع ورمز من اذا كان مخرج ولا مصور ولا موسيقي ولا كذا، ما ننساش ان هم اللي قالوا محمود كانت الحاجات مش متقدمه. يعني لما اجي احتفل بمدير تصوير زي سعيد شيمي مثلا، ولا زي الكاميرا كانت كبيره وضخمه وفظيعه والعدسات والكذا والكذا، فلما تيجي تتفرج على فيلم من الافلام اللي عملها سعيد شيمي وتقعد تبص على حركه الكاميرا وتبص على كذا وكذا، لازم تتخيل ان ورا الكاميرا دلوقتي احنا بالموبايل والكاميرا قد كده وبنحطها في العربيه وبنعمل كذا وبنعمل كذا، لكن زمان ما كانش فيه الكلام ده، كانوا مبدعين بطريقه، وكان الخام وكان البتاع وكان كده، فنفس الحكايه. وبعدين حكايه ان انت تعمل مقطوعه موسيقيه على بعضها وان العازفين كلهم يقعدوا مع بعض، طبعا تاخد وان صوت كده من غير ولا يغلطوا نرجع من الاول، او حد ينشز او قوس يطلع بره البتاع في الكمانجات او في البتاع، فده هيعيدوا تاني من الاول.